صباحنا يحمل بشائر خيرك وعفوك، واجعل لنا مع نسمات هذا الصباح رزقا وسعادة وعافية وتوفيقا في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا في هذا الصباح طيب الحياة وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية وحسن الختام، وارزقنا يا رب قدرا جميلا ورزقا واسعا ودعوة مستجابة. اللهم امين يا رب العالمين، انا وانتم واخواتنا المسلمين، امين يا رب العالمين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وباركم يا رب دايما تكونوا بخير. عاملين ايه؟ وحشيني خالص خالص كده من فيديو اول امبارح، مش امبارح، اسفه لان انا ما نزلتش امبارح فيديو، بس هعوضكم بقى النهارده فيديو. بصوا هيشجعكم، يعني هيشجعكم. يلا بينا بقى نقوم كده نشوف اللي ورانا ونفطر الاول كده ونسمي الله ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تعالوا بقى نشوف عملنا ايه في اليوم ده. يعني بصوا روتين قوي هيشجعكم، يعني هيشجعكم. عايزاكم بقى ترموا الكسل واي حاجه ورا ظهركم كده، وتقوموا تعملوا كوبايه شاي او كوبايه نسكافيه حلوه كده تشجعنا كده وتدينا طاقه ان احنا نقوم نشوف اللي ورانا زي انا ما بفطر كده معاكم. وبعد كده بقى هتحسي ان انت عايزه تعملي كل حاجه ان شاء الله باذن الله. بصوا بقى انا في اليوم ده قمت كده الصبح، يعني بعد الفجر وكده صليت وقمت بقى فطرت زي ما قلت لكم كده، وحضرت اللانش بوكس الولاد وخلصت بقى كل اللي ورايا ونضفت الصاله ومسكت المطبخ نضفته كمان. كان المطبخ اصلا من بالليل نضيف زي ما قلت لكم برده من الفيديو بتاع امبارح، اني لو عملتي نضفت مطبخك من بالليل والدنيا تمام والجو رايق وحلو، هتدخلي المطبخ هتيجي بقى ايه. اول حاجه كده انا طلعت الفراغ دي من الفجر، برضو بعد الفجر كده طلعت كيس الفراخ حطيته في البوله كده وقلت يفك، علشان انا في النهار في اليوم ده كنت هحضر الغدا بدري، يعني كان ورايا مشوار وكده. وقمت بقى طلعت وقلت ايه، هنبتدي على طول يومي علشان نطلع بقى. طلعت الفراخ وسبتها فكت كده وقلت هعصر عليها ليمونه كده، وبعد كده ايه نطلع بقى نحط للطيور ونروج الشقه كده، علشان عايزه نخلص، يعني عايزه بالكتير الساعه 10 كده نكون مخلصه كل اللي ورايا. باحب دايمًا يعني لمّا باطلع أروح مشوار وكده ما باحبش أسيب حاجة ورايا، يعني كل حاجة تكون نضيفة. بُصّوا ما باسيبش طبق في الحوض والله العظيم. هي عادة فيّا كده. لمّا باطلع أنا الولاد هييجوا من المدرسة وهيبهدلوا الدنيا وده كلّه، بس أنا باحب دايمًا لمّا باطلع كده باكون مروّجة الحمامات بتاعتي، باكون مروّجة الصالة، البرندة برضه بنبقى مسيّجاه كده، وعندي دور غسيل بنغسله بننشّره. المطبخ دايمًا يكون نضيف. بنيجي بقى إيه، جايمة الصبح بدري كده مولعة على الأكل ومخلصة، وساعات بنبقى بقى مروّجة قبلها بيوم، مثلًا لو أنا هاروح مشواري بدري وكده، بنبقى بقى مروّجة الحمامات قبلها بيوم، يعني من بالليل وكده. تمام، بالليل العصر بيكون متروّجة. بنقوم الصبح بس إيه ننشّفها كده، يعني نروّجها على الماشي وخلاص. الصالة بقى بنكون مروّجة وكده كل حاجة، بس يعني إيه إعادة تدوير كده الصبح. لازم بعد الولاد ما يطلعوا يروحوا المدرسة، الواحد بقى بيمسك الأوضة بتاعتهم، يفتح البلكونة شوية في الشمس تدخل في الأوضة كده، وبعد كده بنمسك بقى السراير نروّقها. ده بُصّوا، يعني لازم تعملي كده كل يوم. إن ما عملتيش كده هتحسي إن دايمًا الدنيا مكركبة عندِك ودايمًا الدنيا مش نضيفة. لو عملتِ بقى كده انسي إن أنتِ تكون عندِك كركبة، انسي إن أنتِ تكون بيتِك مش نضيف. وعلى فكرة الحاجات دي بتسهّل علينا برضه وبتخلّي الشغل خفيف عليكِ. يعني مش مثلًا تفضلي يومين 3 نايمة ومكسلة وما أنتيش عايزة تعملي حاجة، وتقومي بقى تلاقي الدنيا تضرب تقلب، محتارة تعملي إيه أصلًا، والعفرة مالية البيت. بصوا يوميا الواحد بيروج السراير كده، بيجي ماسك الفوطة وهو بيروج السراير، يجي منفض السرير عليه شوية عفرة مثلا. أنا عندي فوطة كده على طول دايما معايا كل يوم، يعني وأنا بروج الأوضة كده بنيجي ماسكاه. وعندي بخاخة كده حاطة فيها شوية خل. عندي الكوميدينات مثلا بنيجي بخة على بخة كده ومسحاها. السرير من فوق كده عندك أي بصي يوميا عندي اللون، أنا عندي لوني الأوضة بتاعتي غامق شوية، بحس إن يوميا لازم أمسحه، علشان لو في تراب أو كده ما باحب الصراحة لما يكون في تراب في البيت تحسي إن أصلا إن أنتِ ذاتِك مش عارفة تتنفسي أصلًا. لكن لو روّقتِ الدنيا والدنيا حلوة بتحسي دايمًا إن الأوضة عندِك نضيفة والدنيا نضيفة وحلوة. تمام. بنقوم أول الولاد ما يمشوا يروحوا المدرسة، ما بانامش طبعًا. انسي إن أنتِ تنامي، انسي إن أنتِ بُصي تنامي خالص كده، لازم تنامي بدري وتصحي بدري.
ده بقى ايه اصلا مفيد لجسمك كمان، ان انت تنامي وتشبعي نوم كده وتقومي الصبح تصلي الفجر وتبتدي بقى في يومك وكده. يومك هيكون كله بركة وكله طاقة ايجابية كده وحلو خالص، وهتخلصي كل الحاجة وهيكون ليكي انت اصلا وقت ليكي يعني تعملي اي حاجة، فاهمني؟ مش مثلا هنقوم متأخرة هتقومي بقى تلاقي الدنيا تضرب تجلب مش عارفة تعملي ايه ولا تبتدي منين. تمام. بنقوم بقى روقت زي اوضه الولاد وسبتها مفتوحه شويه كده الشمس دخلت فيها، وبعد كده قفلتها وكنست بالمكنسه الكهرباء كل الاوض طبعا. وبصوا كله يعني، وبس البرندة بنكون مروجاه قبلها يعني من العصر كده او المغرب، يعني زي ما انا كنت بقول لكم في الفيديوهات وكده. عندي دور غسيل بقى بنشره، عندي دور عايزه نحطه في الغساله بنيجي حطاه. لما بنيجي بننشره او شاهين ده بنتي بتيجي تنشره يعني وتلم مثلا الغسيل، لو انا مش هاجي يعني لو مثلا طالعه راح عند اهلي مثلا، طالعه راح اي مشوار وكده وهرجع متاخره، هي بقى بتلم الغسيل من على الحبل وايه، ولو في دور انا كنت حطاه كده وكانش لسه انغسل هي بتنشره، او انت لما تيجي بتنشري بتلاقيه اتغسل. عندك كمان دور بتكون الغساله ارتاحت بتيجي حاطالك كمان دور في الغساله، تيجي بقى تلاقي الدنيا رايقة وحلوة ومراكيش اي حاجة تعمليها يعني. تمام. هنا بقى ايه، بديت ان انا نحضر الغدا، لان انا هحضر الغدا واحطه بقى على البوتاجاز كده، يكون مثلا اللي هيجي ياكل هيسخن بس على التسخين يعني. هنعمل عملت ايه، هنعمل بقى عندي رز بسمتك هعمله، وكمان مسكت الفراخ بقى بعد ما نجحتها شويه. بحب دايما لما انا بكون غسلاها ومنضفاها وتمام خالص قبل ما احطها في الفريزر، بحطها في الفريزر. لما باجي اطلعها من الفريزر لازم بقى ايه بنفكها خالص من التلج كده، وبعد كده نعصر عليها ليمونه شويه كده ونشطفها بقى وايه، ونبتدي ان انا نولع عليه. حطيت الحله بقى على النار وحطيت فيها طماطمتين وبصلتين كده. عايزه بقى تشوحيها مثلا فص توم كده وتشوحي الفراخ بتاعتك وتحطي عليها الصلصه زي ما انت حابه يعني. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنا بقى حطينا الفراخ بعد الشوربه ما غلت بتنزلي بالفراخ عليها في الشوربة، يعني لازم الشوربة بتاعتك تغلي كده، وتحطي بقى ورق لورا فلفل اسود ملح بهارات فراخ، بس بحط كده للفراخ. تمام. وبأول بقى الفراخ بتاعتي ما بتبتدي تغلي كده بنوطي النار عليها خالص ونسيبها بقى، لان النار لو عالية الفراخ هتطيب معاكي بسرعة وتبقى الشوربة مش حلوة، لا خليها على الهادي كده. تعالى بقى نحضر الرز البسمتي. بصي والله العظيم الطريقه دي تحفه. الرز الولاد عندي بيبقوا بصوا هينعبطوا على الرز كده من حلاوته وطعمه تحفه. بص والله عمري ما بنزل لكم حاجه غير وانا واثقه ومتاكده ان هي تعجبكم. مش هقول لكم ان انا شيف ولا ده كله، انا بص بشارك معاكم اليوميات بتاعتي، بس والله ما بنزل لكم حاجه غير وانا واثقه ومتاكده ان هي هتعجبكم وان هي حلوه. عارفه لو شك جد كده في الحاجه ما برضاش بنجي مسحها من على التليفون، ما برضاش ان انزلها لكم يعني ايه. وفي حاجات ياما كمان انا عن نفسي يعني لما بحط حاجه في دماغي وبحب ان انا اعملها بعملها وبتطلع معايا حلوه كمان. لما يعني تعمليها مره اتنين ما تزعليش، هتنفع معاكي برضو، بس ان انت تحاولي مش تقوليش ما بعرفش. تمام. انا يعني عن نفسي كنت انا في الاكلات اللي هي الفلاح اللي هي مثلا رز الشوربه طبيخ محشي حاجات اللي هي المكرونه حاجات من دي انا بعرف اعملها. وبصوا متعلماها من امي كل حاجه، بس في بقى حاجات دلوقتي يعني حاجات ياما ان انت بتنوعي فيها وتشكلي، والفراخ كمان بتعمليها بطريقه تانية. فاهمني كده؟ الحاجات دي بقى بنتعلمها ما اتعلمتهاش من اول مره، من تاني مره هتعرفي تعمليها ان شاء الله يعني انا هنا ما كنتش بعمل الرز البسمتي ده خالص يعني، ما يعني اللي هي الكبسه والحاجات دي. لما عملتها مره صراحه عجبت الولاد. بصوا والله احلى من، والله بعمل الرز بيبقى احلى من بتاع الطباخ كمان. انا بعمله بسيط خالص، بنيجي ماسكه بصل كده او بصلتين لو اعمل كميه كبيره، بنيجي مقطعه حتت صغيره زي ما شفتوا كده، وبحط لها معلقه سمنه ومعلقه زيت كده واشوح البصله لحد ما تدبل كده، وبعد كده بنزل بقى عليها بالفلفل. انا كنت هنا كده حاطه لها فلفل الوان، عندك فلفل اخضر اي فلفل حطيه. قطعت لها يعني فلفل الوان احمر واخضر واصفر كده، وبعد كده نزلت عليهم نزلت على البصلة، شوحت الفلفل معاها، بعد كده نزلت كنت بشرة جزرة نزلت عليها وطماطمتين مقطعهم زي السلطة كده، وبعد كده الكلام ده كله تمسكيه تشوحيه كده مع بعضه، وتنزلي بقى ايه. انا كنت ما بجيبش اللي هي البهارات الكبسة يعني، جبت بقى بهارات قلت يعني تديها طعم احلى وكده، كنت بحط كركم وكاري وحاجات من دي. جبت بقى بهارات
اللي هي الكبسة صراحة البهارات برضو بتديها طعم حلو خالص. حطيت لها بقى ايه بس انا ما كترتش اللي هو اللهم صل على النبي، الجرفة، لان عندي الولاد لو مثلا الجرفة ياما في الرز وكده مش هيرضوا ياكلوه. حطيت بقى ايه حتة جرفة صغيرة كده، وحطيت اللي هي الليمونة دي إيه، ونزلت بقى بمعلقة من اللي هي البهارات الكبسة وكده. نزلت بقى بالكلام ده، زودت الشرب. بس لو هتعملي رز البسمتي زوديه شوربه، لو انت مثلا مطيبه فراخ مطيبه لحمه زودي من الشوربه. ما عندكيش شوربه عادي خالص حطي مكعب مرق وزودي ميه عادي تمام، بس الشوربه صراحه ادتها طعم حلو يعني. تمام. نزلت بقى بالعبار. انا عندي مثلا 3 كوبايات من الرز البسمتي، هحط لها الكوبايه عليها كوبايه ونص من الميه، او عليها كوبايه. لو انت نجعاه حطي كوبايه، ما انتش نجعاه حطي كوبايه ونص تمام. نزلت بقى بالعبار كده، وبعد كده هنغسل بقى الرز وحطيته في الحلة ونغطيها بقى. اول ما يبتدي الرز يغلي معاكي بتبتدي توطي عليه. بس وحطيت له اللي هو الملح وخلاص. ملح انا مش فاكره استاهل حطيت ملح. تمام. هنا بقى تعالى نعمل شوربة خضار. هنعمل كان عندي شوية سبانخ. كنت جايبة سبانخ وكده بس ما طيبتهاش بحالها، قلت ايه مش هنطيبها، انا كنت لسه عاملة سبانخ يعني. قلت هنعمل اللهم صل على النبي، هنطلع منها شوية كده اعملهم شوربة خضار على الكوسي. صراحة انا عملتها جربتها كان طعمها تحفة خالص يعني. عندك مني شاهين ويعني جوزي وشاهين وكده عاملين ريجيم. عايزين بقى على طول دايما خضار، يعني اللي هي شوربة خضار طبيخ كده علشان ما ياكلوش رز وكده. قلت بقى هعمل اللي هي الايه شوربة الخضار دي. طلعت بقى عودين خضرة كده وشوية سبانخ غسلتهم. وهنا كده هنا كده كنت مقطعة الكوسة. وطلعت جزرتين كمان. عندك بقى كان عندي بسله بس انا مش عارفه ايه اللي سهانه اصلا ان انا نطلع بسله. وعندي والله فاصوليا خضرة كمان، بس في الفريزر انا سهيت خالص يعني. كنت هطلع شويه بسله كمان يعني. بصي شوربه الخضار عايزه تحط عليها بسله، تحط عليها جزر، كوسه، سبانخ، خضره. عندك بطاطس حطي بطاطس. اللهم صل على النبي، اللي هي فاصوليا خضراء، اي حاجه على شوربه الخضار. عايزه برضو بعد شوربه الخضار ما تجرب تطيب كده تحط عليها شويه شعريه مثلا او شويه لسان عصفور حطي. بس انا عندي الولاد ما بيحبوش لا لسان عصفور ولا شعريه على شوربه الخضار. عندنا ناكلها انا وجوزي عادي، بس الولاد ما بياكلوهاش يعني، عشان ما برضاش بقى ان انا احط عليه عشان هم ياكلوا منها وكده. تمام. همسك الكلام كله ده كله نقلبه كده مع بعضه. وبعد كده بقى نزود الشوربه وخلاص. حطي بقى مكعب مرق يديكي طعم برضو حلو، شوربه خضار مع الفراخ وكده وخلاص. ايه رايكم بقى؟ عايزه اقول لكم ان انتم حبايب قلبي، عايزه اقول لكم ان انتم شرفتوني ونورتوني كل اللي دخل لي جديد في القناه. وعايزه اقول لكل اللي موجودين معايا من اول ما فتحت القناه شكرا ليكم، شكرا لوجودكم في حياتي. والله العظيم كلمة شكرا دي شوية عليكم، مش عارفة اقول لكم ايه صراحة. مش عارفة، انتوا عارفين ان القلب من القلب يعني. انا عارفة ان انتوا بتحبوني، واكيد انتوا عارفين ان انا بحبكم وبحبكم قد الدنيا دي كلها. حبايبي ربنا يا رب يسعدكم ويبارك لي فيكم ويخليكم ليا وما تحرم منكم ابدا يا رب. ويشفيني ويشفيكم يا رب، ويشفي كل مريض ويدي كل محتاج ويفك كرب كل مكروب. وسد دين كل مديون ويرزق كل مشتاق يا رب بالذرية الصالحة يا رب. اللهم امين يا رب العالمين، قولوا امين. ويحقق لنا كل اللي نفسنا فيه، كل اللي بنتعب عليه ربنا ان شاء الله باذن الله هيعوضنا وهيكرمنا، ومش هيضيع تعبنا على الفاضي ابدا. وربنا يا ربي ما يحرمني منكم، وتفضلوا جنبي كده بعد ربنا سبحانه وتعالى، وعيلتنا الجميله دي تكبر كمان وكمان يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. هنا بقى ولعنا على الاكل. قلت هعمل بقى كوبايه شاي. وتعالوا بقى ايه بصوا، كنت جايبه شويه نعناع لان انا كنت قصاه يعني. نعناع كان ياما وكده قصيته. قلت بقى هعمل كوبايه شاي، وعندي شويه حاجات كده هوريهم لكم كنت لسه شارياهم يعني. الحاجات اللي هي اللي هي الاسبوعيه يعني. في حاجات كده بتكون ناقصاني في الاسبوع بنجيبها يعني. تمام. كنت بقى ايه كنت عامله كشري من فتره. ما كانش بقى عندي، بحب دايما يكون عندي ربع كيلو كشري من اللي هو بجبه ده. جبت ربع كيلو كشري بجبه، وربع كيلو من العدس اللي هو الاصفر ده. صراحه عايزه اعمل يعني هف عليه، اعمل في الشتاء كده شويه شوربه عدس كده بالشعريه. صراحه دي هف عليا مش عايزه اقول لكم. كنت جايبه ربع كيلو قبل كده، بس عشان ده بنتي عملت بيه عيش، مش عارفه عيش دايت يا ماما. هعمل عيش بالعدس. هو طعم هي عملت العيش وكان طعمه حلو، بس هو طعمه عدس يعني. عملت لي بقى بالربع كيلو. قلت لها خلاص اعملي بيه بقى، وانا هنبقى ايه نجيب ربع كيلو تاني اعمل بيه شوربه العدس يعني. تمام.
وهنا بقى جبت اللي هو الباكت الملح ده كده على بعضه، وده بيقضيني شهر يعني بيغيب عندي، بنجيبه على بعضه كده واحطه يعني بسحب منه كده تمام. وجبت ايه تاني يا ربي، مكعبات من المرق، وجبت كمان كان ناقصني شوية بهارات كده، اللي هي الكركم والكاري وفي وايه تاني يا رب، كزبرة ناشفة كانت، الحاجات دي كانت ناقصاني، شاهين ده جابتها لي وكده. وهنا بقى ايه هنحط بقى الحاجات دي كلها كده، حطيت الملح واللي هو العدس وكده لوحده، وده العلبة دي بحط فيها مكعبات المرة ولوحدها كده. صراحة بجيب الباكت على بعضه، العلبة على بعضها يعني، بس قلت بقى ايه ما كانش يعني في علبة على بعضها، جبت فرط وخلاص تمام. وايه تاني، وجبت بودر كمان، ودي كانت بهارات كفتة، كنت عايزه اعمل كفته وكده. وده كان نص كيلو بلح من اللي هو البلح التمر، بصراحه محدش عندي بياكله، بس انا ساعات لما بيكون عندي صداع وكده بناكل حبتين بلح، بحس ان هم بيظبطوا لي الصداع يعني انصحكم لو انتوا مثلا عندك صداع او كده، ممكن تاكلي لك حبتين بلح الصبح، حبتين ساعه ما يكون عندك صداع، بتحسي ان هو بيظبط لك الصداع تمام. جبت نص كيلو كده علشان انا عندي كيلو اصلا، بس ده عجبني عندي كيلو، ما قلت هعمل بيه جرس طريه وكده هنحشاه في الجرس. جبت بقى نص صابح كده. بس خلاص خلصنا بقى كده الايه، مسحت مكاني كمان يعني شويه ملح بتاع اي حاجه كده على الرخامه، بتنضفي مكانك اول ما تخلصي اي حاجه وكده. وهنا بقى هنعمل كوبايه الشاي جنب مننا كده، وانا جنب مني يعني وانا في المطبخ. دي بقى تاني كوبايه، يعني انا بشرب كوبايه الصبح بدري خالص كده، ودي تاني كوبايه كده في نص اليوم يعني الضحى كده وانا بحضر في الغدا يعني. نيجي بقى عامله كوبايه شاي بنعناع، بصي بتحسي ان انت اديتك طاقه تانية، يعني ان انت عملتي مجهود وخلصتي كل اللي وراكي. في بقى شويه مواعين، باقي شويه حاجات كده هتغسليهم، بتعملي بقى كوبايه شاي جنب منك كده، تعملي بقى كوبايه الشاي وتشغلي التليفون جنب منك كده، عندك بقى شويه مواعين في الحوض كده مكان ما حضرت الغدا وكده، بتبتدي بقى ان انت تغسلي وتروجي الحوض بتاعك، بصوا اول باول كده علشان طبعا ما يكونش متقوم عليكي في الغدا مواعين ياما، واصلا لما تبص تلاقي الحوض مليان مواعين بتحسي ان نفسك انسدت، بتحسي ان الدنيا تضرب تجلب فوق دماغك كده. لا بص اول باول كده بنيجي غاسله شويه المواعين، وساعات بقى الغدا وكده، بعد الغدا بنيجي بقى ايه غاسله شويه المواعين مكان الغدا يعني. آه، بيكون بقى بص مواعين مش عايزه اقول لكم ساعه الغدا بعد الغدا دي ليه لان انا بفضي كل المواعين وكده، بتفضي بواقي الاكل يعني، تحطها مثلا في التلاجة او تحطها على البوتاجاز، بتيجي بقى مفضيه بواقي الاكل، وتيجي عاينه مسحه البوتاجاز بتاعك ماسكاه ضحكاه حلوه كده ورص عليه الاكل. مثلا الولاد لسه ما فيش ولاد يعني، ساعات ولادنا ما بيجوش مره واحده، انا عندي ممكن احط الاكل 3 4 مرات على ما يجوا الولاد يجوا من الدروس وكده. بنحطه بقى على البوتاجاز نضيف والاكل وكده نسخن لهم بس ساعتها، ويبقى شويه المواعين اللي مكان ما هم هياكلوا مكان اللي هياكلوا وكده. انا في اليوم ده اصلا حضرت الغدا ومشيت كمان ورجعت، ما كانش حد لسه ما حدش كان، كانت شاهين ده ومحمد هيجوا اخر النهار يعني متاخرين، جم معايا اصلا. جينا بقى اخر النهار وكده، ومسكت الفراخ بقى حمرتها، وشوربة الخضار كمان كان سخنتها وكده، يعني الاكل بتجهزيه عادي وترجعي تسخنيه يعني تمام. ايه وحمرت بقى الفراخ، والرز كمان كان يعني مسكته سخنته تاني وكان زي العسل. وهنا بقى كنت بملي الكولمن، مليت الكولمن كمان. زي ما قلت لكم ان انا بحب دايما تكون كل حاجه جاهزه، يعني كل حاجه تكون يعني ايه تمام كده، الكولمن مليان، المطبخ نظيف، البوتاجاز نظيف، الاكل محطوط بس عليه كده. هنا بقى كنت سخنت شوربه الخضار ودخلت الفراخ في الفرن، وكمان الرز كان زي ما هو كده انا غطيته، وجاتني بقى ايه سخنته وخلاص يعني نسخنه بقى. وهنا كده كنت بغرف الاكل. انا مسكت الفراخ دي حمرتها ازاي زي ما بعملها معاكم، عندك مثلا معلقه صلصه، هتدهني بقى الفراخ وتدخلها الفرن، تحط عليها شويه ملح وفلفل اسود وكده، وتدهني بقى الفراخ وتدخلها الفرن. ما عندكيش صلصه هتحطي معلقه زيت على معلقه بابريكا، وتيجي بقى ايه شويه فلفل اسود برضو وشويه ملح، تدهني بقى الفراخ بتاعتك، وتيجي مدخلاها تحت الشوايه، هتاخد معاكي لون مش هتكمل 5 دقايق. انا الاول كنت بحط الفراخ من غير ما ندهنها اي حاجه، بصراحه يعني كانت بتغيب فتره يعني بتغيب ياما تحت في الفرن وكده. لكن لما بديت ان انا احط لها مثلا كنت بحط لها ساعات صلصه، بس ما ساعات اكترية الايام ما كانش بيبقى فيه صلصه. البابريكا بقى والفلفل الاسود والملح والزيت بيخلي الفراخ معاكي تاخد لون في دقيقتين، وكمان بتبقى طعمها حلو خالص تمام.
ما بتاخدش يعني إيه، الميزة إن هي ما بتاخدش تحمير، يعني مش هتخلّص لِك بقى الأنبوبة، لإن صراحة والله الفراخ كانت بتغيب يعني بتغيب ياما، بالذات الفراخ لمّا باكون مقطّعاها كده. لكن عندي الفراخ البيضا، لكن الفراخ الحمرا لمّا بادخّلها الفرن وكده لإن فيها دهون كانت بتحمَر معايا بسرعة، ما بتاخدش تحمير، دي بقى بتغيب، والولاد عندي عايزينها بقى متحمّرة في الفرن. قُلت بقى إيه، حمّرتها كده. بُصّوا هنا كده حطيت الرز، عايزة أقول لكم الرز كانت ريحته تحفة ومفلفل كده وطعمه خطير، وشوية شوربة الخضار دُولة انسُم تحفة كده. وعملت بقى طبقين سلطة. بُصّوا والله العظيم الفراخ كانت زي العسل والرز كمان. هنا بقى هنغرف شوربة الخضار. وإيه هتعملي بقى طبقين سلطة جنب الأكل وكده. يعني مش هتعملي بقى لو مثلًا مش عايزة تعملي طبقين سلطة، تعملي شوربة الخضار عادي، وتعملي بقى جنبها تخرّطي طماطماية كده وخياراية وتاكلي. بس عايزة أقول لكم والله شوربة الخضار دي جربوها هتحبوها، يعني أنتِ مثلًا وحلوة مهما تاكلي منها صراحة، يعني مش ما بتتخنش وكده، أنتِ فاهماني؟ حلوة خالص، وكمان الخضرة بتدّيها طعم، واللي هو كل حاجة فيها طعمها حلو. عايزة بقى أنتِ عادي لو ما أنتيش عاملة أي حاجة حطّي عليها بطاطس، وحطّي عليها أي خضار أنتِ حابة تحطيه. بُصّوا هنا بقى حطينا شوربة الخضار والفراخ، وبُصّوا هاورّيكم الجعر اللي أنا باحب آكله، يعني الجعر بُصّوا والله الرز كان طعمه عسل كده. عايزة أقول لكم إن هو كان خطير، جرّبوه بطريقتي دي وإن شاء الله بإذن الله هتحبوه، يعني أنا متأكدة إن أصلًا 100% إن أنتم هتحبوه. تمام، هنا بقى حطينا الصلصة السلطة. إيه رأيكم في الفيديو بتاع النهارده؟ يا رب يكون عجبكم، وأكون ضيفة خفيفة كده على قلبكم. حبايبي أشوفكم في فيديو جديد في رعاية الله.